بمناسبة مرور 100 عام على الثورة الكردية ثورة الشيخ سعيد بيران، عقد المؤتمر القومي الكردستاني ندوة حوارية تحت شعار الشيخ سعيد شعلة لم تنطفى منذ 100 عام، وذلك بانضمام كافة الأحزاب السياسية والتنظيمات النسائية في صالة البرج بقامشلو. الندوة تضمنت إلقاء محاضرة من قبل الدكتور عبد الإله مصطفى والدكتورة عبير حصاف حول بداية الثورات الكردية والانتفاضات وإرادة الشعب الكردي وبالأخص سعيد بيران. سلطت الندوة الضوء على ثورة الشيخ سعيد، أسباب قيامها ومآلاتها، وأرجع سبب قيام الثورة إلى شعور الكرد بالإحباط بعد تراجع أتاتورك من عهوده وإنكار الكرد وصارهم في البوتقة التركية. ونوه المحاضران إلى أن انتفاضة الشيخ سعيد بيران الأولى التي شهدتها كردستان بعد عامين من الإعلان عن حدود جمهورية تركيا مثلت سابقة في تاريخ علاقة الدولة التركية في ثوبها العلماني الجديد بالأقلية الكردية التي طمحت دائما للاستقلال عنها. قمدت تحت عدة مسميات تاريخية، لكن اليوم نحن في كردستان سوريا أو في روجافاي كردستان نستمد روح مقاومة ثورة الشيخ سعيد بيران. اليوم نحن نؤكد استمرارية تلك الثورة في روح قوات سوريا الديمقراطية التي تحاول بشتى الوسائل فتح صفحة في سوريا ضد مركزيتها، أي تدعو إلى اللامركزية في سوريا، تدعو إلى انتعاش الثقافات والقوميات التي تتغنى بها سوريا. نؤكد دائما بأن هذه الثورة أي ثورة الشيخ سعيد بيران ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. بمناسبة مرور 100 سنة على قيام انتفاضة الشيخ سعيد بيران في كردستان الشمالية، طبعا بالندوة تكلموا عن تاريخ الكرد القديم وحركات الكردية في أيام العباسي، وبعدين لو وصلنا إلى انتفاضة الشيخ سعيد بين التحضيرات والتجهيزات بعدين نهاية الثورة. طبعا موقف الأتراك الدولة التركية خاصة كمال أتاتورك أنه اتهموا الشيخ سعيد بالحركة الدينية مو قومية كي يمحوا التاريخ الكردي والقضية الكردية في تركيا. هذا ناحية ثانية كمان أخفوا حتى بإعدامات وأخفوا جثث رفاقه وشيخ سعيد كمان حتى هلا قبورهم مو مبينة.